صلى عليك الله يا خير الورى. بقولك ايه يا دكتور؟ ازاي يا ولد؟ انا عاوز ابويا يفهم اي حاجه نقولها له يفهمني. اصبر. انت ابن حلال. انت جيت لي في الوقت المناسب. لان الاختراع اللي انا هنعمله معاك ده يا حاج بسيوني يعتبر الاختراع الاول على مستوى العالم. الاختراع ده هينقلك في حته تانيه خالص. هيخليك بني ادم تاني غير اللي انت تعرفه. يعني بني ادم بذكر بطن يعني؟ لا، بني ادم بدماغ احسن من ذاكره الكمبيوتر نفسه. عمليات حسابيه في منت كده. ايوه حاسب العمليه الحسابيه ومحدش يعرف يضحك عليك. الذاكره بتاعتك هيبقى في دماغك السجل المدني على مستوى جمهوريه مصر العربيه بحال. لا، مفيش حد مش هتعرفه. ايوه كده، انا عاوزك تظبطه في الحساب. اراك بروح سوق الارباح بتخوزك كده. والولاد تضحك علي، فانا عايز نبقى نور بصراحه يعني. لا، ده من هنا ورايح هتبقى اذكى واحد على مستوى العالم. ده انا بقول لك هتبقى اذكى من الكمبيوتر نفسه. سلام. ده اختراع انا لسه مخترعه وهنطبقه عليك يا حاج بسيوني. انت ابن حلال. خد بالك ياما دول اجنبيه وعربيه اتحايلت عليا وعرضت عليا فلوس وحاجات ياما وانا ما رضيتش. ما تفتحش بس الحيطه وراك ووريني هتعمل ايه. انت صعبان عليا فعشان كده هنعمله لك. يلا تعالى يلا بسرعه. كده. اوعى كده. ما نشوف التجربه اللي انت مكتفنا عليها عامل زي اللي مكتف ذكر بطن سوداني مش عارف ليه. لا اسكت، خليه يظبط النافوخ دي. عاوزك تخوزك الحاج همام والحاج عبد العال والحاج فزاع. بالراحه بس. عايزين نهبرهم اليوم كده حبرك فلوس. بس بقى اسمع. امسكها. انت تعمل ايه؟ ما انا هنفتح فتح صغير كده عشان نركب فيه الشريحه. شريحه؟ شريحه صغيره كده هتبقى متصله بالجهاز ده. هو اي حاجه تتمناها ننزلها لك عليه تبص تلاقيها في دماغك. عايز تقول خطاب، عايز مثلا تقول خطبه على المنبر، عايز تقول اي حاجه ننزلها لك تلاقي نفسك حافظها من غير بقول لك قرايه ايه، ولا حاجه. انا عاوز اخترع الخوازيق. يا راجل كل حاجه. خلاص شوف شغلك يا دكتور. اصبر بس عشان هي بتنحط في مكان معين. عملت له ايه؟ ده مات يا دكتور. اصبر يا لعيفوك. يا رب. بالراحه. فتحتني. انا دلوقتي هنزل لك شويه بيانات هيظبطوا لك دماغك دي خالص ويظبطوا لك الزوايا بتاعتها. اصبر عليا. انا عملت ايه؟ اصبر وهتشوف. انت جيت للراجل المناسب في الوقت المناسب. وانا التحميل شغال يا حاج بسيوني. يخلص التحميل تلاقي نفسك انسان تاني خالص غير اللي انت تعرفه واللي الناس بحالها تعرفه. انسان عنده ذكاء خارق. ومش بس كده، ده انا نقدر نتحكم في دماغك وفي مودك وفي نفسيتك عن طريق الجهاز ده. هو يعني لو انت عايز تبقى مبسوط تجيني كده تقول لي يا حاج هارون انا عايز نبقى مبسوط النهارده اصلا انا متضايق شويه. ننزل لك بقى شويه ملفات فرفشه وضحكه كده حتى ولو لمسرح مصر. وفي كده خلاص يا حاج بسيوني قربنا كده نوصل للحظه الحاسمه اللي هنبين فيها للعالم كله مين هو الدكتور هارون. انت بدأت كده يا حاج بسيوني تخش في عالم تاني خالص. حياتك هتتشقلب وهتبقى انسان جديد. ويلكم تو سيستم هارون تكنولوجي فور اوبرتنج سيستم. اشتغل. ركز معايا. عايزك تستجمع قواك العقلية اللي انا حطيتها فيك حاليا. 5 ناقص 3 في 2 بكام؟ 4. هايل. طيب 6 في 6 بكام؟ 36. عظيم. برافو. ايوه كده. استنى كده. لو انت رحت سوق الارباح
والبياع ادالك 2 كيلو برتقال والكيلو ب3 جنيه يبقوا كام؟ 6 جنيه. يا سلام! ابوي بقى يهرب. اشتغل ده بقى تمام خالص. شايف يا ابوك؟ شايف انا نجحت. ابوي حاسس باي مشاكل في التنفس مثلا؟ نو بروبلم. صح كده، ملفات الانجليزي شغاله معاه. لا ده هيبقى يترجم انجليزي. انت بتشبه علي؟ الحاج هارون جاد الحاج خليفي اكبر تاجر اعضاء بشريه في العالم. اسود. شغلتك ميكانيكي اسود الصديق. انت اساسا كنت ميكانيكي سيارات. بص امك كانت عالمه. اسمع انت هتوديني في داهيه. هو اللي انا عملت فيك انقلب علي؟ ابوك كان تاجر اثار وكان اكبر. انا عايزك تنسى كل اللي في دماغك من ناحيتي انا. ما نقدرش ننسى يا حاج هارون اللي انت قلته لي واللي انت حملته لي. كشفت حقيقتك. هلا يا زغلة، هلا يا زغلة، هلا يا زغلة. انسى يا حاج هارون اللي انا قلته لك. وكده انعرفت حقيقتك يا حاج هارون وهنفضحك وعملنا ايه؟ يا حاج انا عملت هارون. لك خير. اسود. هيوديني في داهيه. وبعدين الموضوع ده لازم نتصرف فيه. لازم تحكم عن قرب. مش هينفع نتحكم فيه وهو بعيد كده. وبعدين حبع على الشمس، والله الشمس النهارده طالعه رايق. لا تجري ليه يا حاج بسيون؟ اقعد. خبر يا حاج بسيون نكبح لك فيها كده. لا يا راجل ضروش كده اهو. فزاع المهيطة الشلباوي أكبر حرامي حمير وحرامي بط، أكبر شبكة حرامية في العالم. أنت مؤسس منظمة السرقة في يا العالم. نهار طين، انت عرفك المعلومات دي؟ اسكت. ومش بس كده، ده أنت هو لسه في هربان تاني. من 3 قواضي. محكوم عليك ب25 سنة، ومحكوم عليك ب12 سنة، ومحكوم عليك بالإعدام. انت جايب المعلومات دي منين؟ ده الحكومه ذات عندنا. ما تعرفهاش. وهربان عندنا في المزاريطة. يا دي اليوم الاسود احتضرني مشيت وبتركب منها وتروح النهارده. المحطة وبتدخل نادي جولدن اف سي. انت عرفت ده منين؟ الله عليك يابا، الله على حلاوتك. افضحوا. امه كانت شغالة حرامية غسيل. يا نهار اسود. ابوك يا عم كان شغال برضه حرامي سيارات. حاج بسوني، انت مين اللي قال لك المعلومات دي؟ ده انا بقالي يا راجل 35 سنه هني محدش عرف عني اي حاجه. انسى يا حاج فزاع اللي الناس ما عرفتوش. انا هنقول لهم وهنبلغ عنك وما عادش نايم في بيتك. يلا بينا يا ولد. بس اسمعنا قول اللي انت اوعى عايزه. يا حرام البط. اللي انت عايزه بط. اوعى يا حرام الحمير. ازيك يا معاذ؟ يا مرحبا يا الحاج بسيوني، عامل ايه والله؟ عامل ايه؟ انا حلو كويس؟ كويس خالص. عبد العال سفروت المنشاوي 25 سنة، من مواليد المزاريطة، 3 قواضي، 5 مرات قتل. اتقفشت في 3 و2 ما نعرفوش. من عشاق القتل ومن عشاق سرقة البط ومن عشاق أكل الدح. انت ايه عرفك بالكلام ده كله؟ من هوايتك التحرش ودايما بتتحرش بالبطة يا عبد العال. انت ايش عرفه؟ كل حاجة معروفة عنك يا عبد العال، وده كل ده مرض نفسي فيك. كلكم وحكايه البطه دي كوم تاني. مين اللي قال لك يا حاج بسيوني؟ البطة يا عبد العال، البطة وأيامك سودة وهنكفشك في العزبة. سرك اتفقش خلاص يا عبد العال. كل ده من ورانا من غير ما تقول لنا يا عبد العال. بقى بطة يا عبد العال والنبي لا نفضحك في الحزب بحالي. مش بطة وبس، بحب ياكل بيض ني. قاتل وليته مرتين قبل كده. يا سيدي انت عرفك بالكلام دي؟ ايه عرفك؟ كل ده مش بس يا عبد العال، انا عم بلغ عنك وعارف ضحك في العزبة وما عادش ليك عيش في العزبة تاني يا عبد العال. يلا يا زغلي. يلا بينا. يوم اسود بسوني، لو قال له واحد يبقى عليك العوض فيه. انا قتلت 99، مش هيجي على واحد. قول 100.
تعال ده يخصني انا، ده يخصني انا، عايزينه ناس انا عايزه في حاجه. ده انا عايزه في حاجه اهم. ما انت يعني العام صراحه فهموني في ايه؟ في ايه عايزينه ليه؟ الراجل ده عرف عني حاجات ومحدش لازم يعرفها، فانا هنخلص. اوعى عشان كده انت لا مش جاي على حد حاجه، مش جاي على حد حاجه. هدفنا واحد احنا الثلاثه. انا اللي عملت فيه كده. انت؟ ايوه انا حطيت له سيستم بيانات. يعني انت اللي عملت كده. اصبروا، انا كان غرضي شريف. ازاي بقى؟ فهمني. كان قصدي ان انا بنعمل تجربه وبنجربها عليه، طالع انقلب عليا اول واحد وهيفضحني. امشي. بصوا بقى، انا هنمحي لكم دماغه دي خالص، بس هاتوا معايا. سيبوني يا بزاف. لا خد طاقيتك، شيل ما انت مش انت. لا والله ما هو بالي. قاعد على الكرسي جنبك. سيبوني اقعد. امسك. انت سيبوني بقى، ما يتحركش من المكان. بس يانا انت بتفضحني يعني؟ طب انا هفرمط لك دماغك. طب سيبني يا هارون، انا مش قاعد حاجه تاني. خليك تمشي في البلد كده ما انتش عارف انت مين. انا تفضحني ثاني هيخلص حجر. هو دلوقتي بيتفرمط. اصبر بقى ننزل له شويه فيروسات حلوين كده. عنصرتين. خليه يمشي يترقص. عنصرتين ابوه. والله لو هو لما يلهفك، والله لو هحاول ما نطالع. ماشي انت قلت نفسين ولا انت بتاع البط؟ رجلنا انت اكتشفت الاعضاء انت. خلص نفسك يا حضرون. انت بتقدر في الاعضاء ولا حضرون؟ اصبر محل بعضه. وحكايه البطه دي يا عبد العال. مالكش دعوه انت. كده بقى اللحظه الحاسمه. امسك عنه يا عبد العال. بورينا هتعمل ايه. ايوه هيعمل ايه الاسد دي؟ انت مين؟ انت عملته ليه؟ انت تدي له شويه يا رقص على شويه. انت ما ضرب على انت عملته ليه؟ واستنونا بالجديد بس همم زقلة وفزاع، احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال، يا ابني احنا اساس الضحك.